الرضا أعظم نعمة في الدنيا، لكن الرضا بيجي بعد السعي، بيجي بعد انقطاع السبل، مش قبل كده. يعني لو واحد اتولد فقير بس راح مدارس وذاكر كويس واشتغل شغلانه بعد الظهر عشان مصاريف الجامعه والكورسات، وعمل كل اللي يقدر عليه عشان يشتغل وظيفه احلامه، وطلب من ربنا سبحانه وتعالى قبل كل ده، لكن ربنا ما جعلوش فيها نصيب، فرضي بامر الله وهو مؤمن وعنده يقين ان ده في مصلحته ورحمه ليه، ده ساعتها اسمه الرضا، انك ترضى بقضاء الله. ودول اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن لو نفس الشخص ده لا راح مدارس ولا ذاكر ولا اجتهد ولا اشتغل ولا راح جامعة ولا اخد كورسات ولا قال يا رب، ده كده ما اسموش رضا حضرتك، دي اسمها جريمة بحق نفسه. فلو انت ربنا سبحانه وتعالى خلقك في ظروف مادية متواضعة، ده مش عيب خالص، ولا ده مصير حتمي لازم تفضل مكمل فيه بقية حياتك. اشتغل واجتهد واطلب من خزائن ربنا واعمل كل اللي عليك، لو وصلت يبقى ده اللي في مصلحتك، ولو ما وصلتش يبقى برضه ده اللي في مصلحتك، وساعتها ارضى بأمر الله وارتاح. وهو ده يا جماعة الفرق بين الفقر وبين قلة الموارد، وبين دعوة الناس للرضا وبين تشجيع الناس على اليأس. وكل سنة وانتم طيبين.